السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعاتي الغاليات، أتمنى يا رب تكونوا في أتم الصحة والعافية. عواشا مبروكة، رمضان مبارك سعيد، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والعافية. جبت لكم اليوم أحبابي، قبل ما نبداو في الوصفة أتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد إن شاء الله. سأترك لكم أحبابي في الله قناة في صندوق الوصف في أول تعليق، قناة ستكون باللغة العربية المحضة لكي تعم الفائدة بين متابعاتي، لأن كثير منكم بيقولوا لي ما بنفهم على كلامك، والله شاهد على كلامي أني بحاول أتكلم لهجة بيضاء قدر المستطاع لكي تعم الفائدة. لذلك اذهبوا واشتركوا في تلك القناة، ستكون بها وصفات روحانية حصرية وأدعية مستجابة بإذن الله. وأي وحدة راح واشتركت يا رب تيسر لها أمرها وتبعد عنها شر الخلق وتفتح عليها عقدها وتفرج عليها كرب الدنيا والآخرة. أي متابع عندها مشاكل يا رب تجمع شملها بزوجها، واللي عازبة يا رب تزوجها بزوج صالح، واللي تبغي الأولاد يا ربي تعطيها الذرية الصالحة يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اليوم حبيبي في الله جبت لكم حناء رائعة تستخدم في رمضان وتستخدم في جميع الأيام. الناس اللي تسألني أختي وردي هل الأعمال في رمضان تنجح أحبابي في الله. الأعمال في رمضان أعمال المحبة، ولكن الأعمال الشرانية لا تنجح. والله العلي العظيم أن عندي ضغط كبير، لأن في كثير ناس يبغوا يشتغلوا في رمضان ويبغوا يعني ياخذوا بلاصتهم من الليل 27 والعشر الأواخر من رمضان، لأن الأعمال تكون فيها قوية جدا. المهم لكي لا أطيل عليكم أحبابي، اليوم سوف نحتاج في هذه العمل تمرة لوصفة تعمل في الليل، يعني قبل السحور، يعني عندما تخلصين واجباتك الدينية من تراويح وكل شيء تبدأين بالوصفة. نحتاج أحبابي في الله تمرة، نحتاج ماء الزهر، نحتاج عطرك المفضل، نحتاج القليل من العسل، نحتاج المكون الأساسي وهو الحناء، ونحتاج ورقة بيضاء، قلم أحمر أو المدد الروحاني. يعني أغلبية الناس لا يتوفرون على المدد الروحاني، يمكن تعوضوا بالقلم الأحمر. ودائما أحبابي في الله عندما تريدون عمل وصفة حبذا، عندما تريدون خلط الحناء اخلطوها بشيء من الخشب، ابتعدوا عن الحديد، فهذه ملعقة حديد. حاولوا أحبابي في الله أن تبتعدوا عندما تريدون خلط الحناء أو شيء ما هذا، حاولوا الابتعاد عن الحديد والنحاس، استخدموا الخشب، هذه نصيحة. فهذه الوصفة أحبابي في الله تعمل في رمضان أو في غير رمضان، تعمل في الليل. ليس ضروري صراحة الطهارة ليست ضرورية، ولكن حبذا تكوني على طهارة تستخدميها في جميع الأيام بدون استثناء. فأول شيء تأخذين حبيبتي الورقة، هذه الورقة تكتبين فيها جيم دال لام واو. هذه الحروف، هذه حروف روحانية. الكثير من الناس يسألوني ما معنى هذه الحروف. هذه الحروف روحانية، وكل حرف له معنى ودلالة في الروحانيات. في الحروف التي تدل على الجلب، تدل على المحبة، يعني تخدم التهييج، تخدم يعني كل حرف له مكانة، وكل حرف مع حرف يعطي شيئا ما. نأخذ هذه ورقة بيضاء نكتب فيها بقلم أحمر جيم دال واو، جيم دال ألف واو، نضع فيها الصحن، نضع عليها القليل من ماء الزهر، ونحاول هذه الورقة يعني أن نذوبها في هذا الماء هكذا. نذيب هذه الورقة، نذيبها جيدا في ماء الزهر هكذا حتى تذوب جيدا. بسم الله. بعد ذلك أحبابي في الله نرش عطرنا، العطر المفضل لديك، ثم تأخذين التمرة. بسم الله. هذه النواة يعني ترمينها في أي مكان،
لا حرج في ذلك، لأن كثير منكم يسألوني وين راح نحط النواة. ما عندك مشكلة، يمكن أن تتخلصين منها في أي مكان. نأخذ هذه التمرة. بسم الله. أهم شيء أحبابي في الله النية. هذه الحناء تفتح عليك أبواب الخير وتجمعك مع الشخص الذي تريدون جلبه. خطيرة في جلب المحبة والقبول. نضع القليل من العسل، هكذا قليل من العسل فقط. ثم أحبابي في الله نأخذ الحناء. بسم الله. نأخذ الحناء. بسم الله. نضع الحناء ثم نخلط ونقول بسم الله. إذا كانت الحناء لازمها الماء، نضيف القليل من ماء الزهر ثم نخلط الحناء جيدا. في الوصفة سهلة وبسيطة، خطيرة في الجلب والمحبة والقبول. لو عندك مكوسات سوف شاملة، سبحان الله، ستتنحى جميع مكوساتك. هكذا أحبابي في الله. أظن أنها يجب أن نضيف القليل من الحناء. بسم الله. أحبابي في الله، بعدما أخلطنا الحناء نأخذ الحناء أحبابي في الله، نقربها إلى فمنا ونقرأ عليها هذا الكلام. نقول: هي الحنة الحنينة، الناس تقول عليك الحنة وانا نقول لك لالة كان الزوينة، بجهد الله ورضات الوالدين. جيتك في هاد العواشر باش تحني عليا وتبيضي سعدي وتبعدي عليا فلان وفلانة اللي ما بيني وبينهم لا فم ولا سلالة. قربي مني الحبيب وبعدي عني الغريب. يا جواد الله حضروا لي اللي في قلبي الآن، وفرجوا عليا كربي وربط يد ورجل اللي كان سبب في كحال سعدي. تقولين بعد ما خرجت الحناء تقربين من فمك وتقولين: يا الحنة الحنينة، الناس تقول عليك الحنة وانا نقول لك لالة كان الزوينة، بجهد الله ورضات الوالدين. في هاد العواشر جيتك باش تحني عليا وتبيضي سعدي وتبعدي عني فلان وفلانة اللي ما بيني وبينهم لا فم ولا سلالة. قربي مني الحبيب وبعدي عني الغريب. يا جواد الله حضروا لي اللي في قلبي الآن، وفرجوا عليا كربي وربطي يد ورجل اللي كان سبب في كحال سعدي. وانتي تعملي الوصفة كتخيل داك الشخص اللي بغيتي يكون معاك. هاد الوصفة قسما بالله ستخلصك من الساحر الذي يسحرك وهو سبب في تعاستك، سبحان الله. كتبعد عنك الناس الخايبة في حياتك، الناس الشريرة، وتقرب منك الأحباب. لو عندك مشكل مع زوجك قسما بالله بهذه الوصفة غادي يتحل المشكل وغادي تفكي سحرك. لو انت عازبة قسما بالله بهذه الوصفة راح يبيض سعدك وغادي يفوت معك في رمضان حتى يهضر فيك ولد الناس اللي يتهلاو فيك ويصومك. بعد ذلك احبابي في الله كتقراي هذا الكلام اللي قلت لك على الحناء 7 مرات وتضعينها في كفك، تضعينها في كفك اليمين وكفك اليسار، تضعين هنا الحناء وهنا الحناء وتتركيها حتى تجف مدة 10 دقائق أو 15 دقيقة. عندما تجف الحناء القليل فقط، عندما تجف الحناء تغسلينها بماء الزهر. عندما تجف الحناء حبيبتي تغسلينها بماء الزهر، الماء اللي شاطلك تغسلين يديك جيدا. كيف ما قلت لك تاخذي الحناء كتقراي عليها العزيمه اللي قلت لك 7 مرات، خطيره بزاف، وتضعين الحناء في كفك اليمين وكفك الشمال. تخلي الحناء حتى تجف. بعد ما تجف الحناء حبيبتي غتغسلي يدك بماء الزهر، تغسلي يدك في إناء وتغسلي يدك بماء الزهر. داك الماء باش غسلتي يديك حاولي حبيبتي ما يمشيش مع المجاري المائيه، لا حبيبتي حاولي داك الماء اللي شللتي به يديك او غسلتي به يديك، حاولي داك الماء
تحتفظي به وترميه في مكان معشب او مكان اخضر. لا تخلي الماء يروح مع المجاري المائيه. صافي احبابي، قسما بالله غتفتح عليك السعد وتبيض لك سعدك وتخلصك من اليد الساحره ومن الطرف الثالث. وانت تعملي الوصفه عمليها بكل روحانيه، عمليها وانت نيتك خالصه انها راح تنجح معاك. وفكري في داك الشخص اللي بغيتي يكون معاك ويكون حلالك. والا كان الزوج ديالك فكري انك ترجع العلاقه ديالكم قويه. خطيره 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 بزاف، جربوها وردوا عليا.